يا مساء الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وسلام. لو لسه اول مره بتشوفيني وتشوفي قناتي، اتمنى تعملي اشتراك في القناه وتدخلي كده خدي جوله في القناه، باذن الله هتعجبك. ما تنسيش بقى تسيبي لي كومنت قمر زيك. إيه، كل كومنت بتسيبوه لي حلو بجد، بيفرحني جدا، ربنا يجازيكم كل الخير. وحطي لي بقى كده لايك وشير للفيديو، وتعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده الجبنه الكريمي من الجبنه القريش. معايا هنا ربع كيلو جبنه قريش. جبنه القريش مغذيه جدا جدا، كتير مننا مش بيستخدمها واطفالنا احيانا مش بياكلوها يعني. جبت كده ربع كيلو من الجبنه القريش، حطيت عليهم كوبايه من الحليب، نص معلقه صغيره من الملح، ضربتهم ضربه. بدات كمان انزل بنص كوبايه من الزيت، وضفت معايا معلقتين من الزبده. بصوا بقى يا جماعه، هنا انا ضفت معلقتين زبده بديل للجبنه المثلثات او المربعات. طيب لو انا مش عايزه استخدم الزبده وهستخدم الجبنه دي اللي هي المثلثات، يبقى هحط 4 مثلثات او 4 مكعبات. تمام، انا هنا حطيت الزبده بدل الجبنه، وحطيت كمان معلقتين كبار من القشطه، القشطه العاديه خالص اللي هي وش الحليب. تمام. إيه، حطيت القشطه ليه؟ علشان تبقى بطعم القشطه. هنا بقى انا ممكن اضيف ليها اي نكهه بتعجبني، اي طعم مختلف ممكن اعمل منها. يعني هنا بصوا، انا مثلا هعمل هنا 3 كوبايات، ممكن اعمل كل كوبايه منهم بطعم مختلف. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها، بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، كريمي جدا، ولا هي مكلكعه ولا فيها تكتلات ولا اي حاجه. هنا بقى تقدري تضيفي ليها زيتون وتبقى بطعم الزيتون، هيتفرم طبعا معاها في الكبه. اقدر اضيف ليها مثلا قطعه كده من الفلفل الاحمر وتبقى، او الاخضر، وتبقى بالفلفل. اقدر كمان اخد جزء كده جبن من البسطرمه وافرمه معاها في الكبه وتبقى بالبسطرمه. هي دي اللي بتتعمل وهو ده الاساس. اي بقى طعم انت محتاجه تعمليه اعمليه. بصوا كده، تعالوا بصوا معايا. بصوا بتتفرد حلوه جدا ازاي، شايفين؟ طبعا اللمعه بتاعتها رهيبه جدا. عايزه اقول لكم ان الكاميرا بجد ظلماها، اللمعه بتاعتها خطيره، ولا هي مكلكعه ولا فيها تكتلات ولا اي حاجه. طعمها بسم الله ما شاء الله فوق الممتازه. يلا بقى، لو لسه ما حطيتيش لايك من فضلك تحطي لايك، لان ده بيشجعني اني انا اقدر استمر واكمل معاكي واقدر اقدم لك وصفات سهله وبسيطه. اتمنى يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. حلوه جدا، مغذيه قوي للاطفال بتوعنا، لان طبعا مكونه من جبنه قريش ومن حليب وحاجات كده كلها مفيده. هسيب لكم المكونات بتاعتها كلها في صندوق الوصف. نسيت اقول لكم ان انا ضفت معلقتين من الحليب، من اللبن البودر، ده بيدي طعم حلو وده مش اساسي، ده اختياري، حابه تضيفيه ماشي، مش حابه براحتك. تمام كده. ضيفوا لها كمان ذره من السكر، الكلام ده كله هسيبه لكم في صندوق الوصف. تمام كده. زي ما انتم شايفين هي بسم الله ما شاء الله عليها حلوه قوي، وكمان بترمي كميه كبيره. بصوا احنا عملنا 3 كوبايات من الحجم الكبير. الكوبايه النهارده في السوق وصلت ل 60 جنيه او 55 جنيه تقريبا على ما اعتقد يعني. الحاجه كل يوم بسعر جديد، وليه احنا ممكن نوفر على نفسينا ونعملها في البيت ونضيفها بألف هنا وشفا.